بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبايبنا متابعينا مشتركينا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام. تحياتنا لكل متابعينا في قناة الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. تحياتنا للجميع، بنقول لكم صباح الفل أو مساء الفل على أي وقت تشوفنا. طبعا بنصور الفيديو بتاعنا متواضع دوت، ودي مجموعة شبابيات لإخواتنا وحبايبنا زي ما الناس طلبوا مننا. احنا حاطينهم في قلب الكشافة دلوقتي. طبعا زي ما الناس طلبت مننا أنا حبيت إن أنا أصور لكم مجموعة الشبابيات ديت على الطبيعة. ادي مجموعة الشبابيات، بسم الله ما شاء الله. ده 5 تجواز يعني 10 حمامات، 5 تجواز يعني 10 حمامات. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيهم حمام اهوت منسول الديل بتاعه، كان الريش مكسر فانا نسيلته علشان برضه يطلع من اول وجديد ويطلع الريش بتاعهم حلو وكامل. طبعا لما ريش الحمام يكون مكسر ومنتش كده، انت تنتف الريش بتاع الحمام، تمام، سواء جناح او ديل، علشان الريش يطلع جديد ويطلع من اول وجديد. طبعا فانت في الحاله دي كده انت بتجدد دم الحمام، وفي نفس الوقت انت طبعا بتجدد الريش بتاع الحمام برضه، علشان ريش الحمام يطلع صحيح وما يطلعش فيه اي مشاكل ولا حاجه تعوق الحمام في الطيران. وفي نفس الوقت انت برضه كده بتحافظ على صحه فرد الحمام. دي مجموعه شبابيات اهيت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو بناء على طلب حبايبنا ومتابعينا. طبعا اغلبيه الحمام يا جماعه ما هوش لابس دبل برضه، كان فاتوا التتبيل لظروف الشغل وطبعا وكده، فطبعا ما كنتش انا دبلت الحمام. طبعا تتبيل الحمام ما يعيبوش ولا حاجه، هو بس بيعرفك سن فرد الحمام. وانت لو بتشتري او بتتعامل مع حد امين وفرد الحمام الزاجل وعاجبك برضه وداخل دماغك ومفيش فيه دبل برضه مفيش مشكله. تمام، احنا بنصور دلوقتي اهوت من على السطح في الغيه بتاعتنا. دي مجموعه اهيت يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. طبعا الحمام ده مطرش قبل كده واحنا حاطينه في قلب الكشافه. 10 تجواز يعني 10 5 تجواز يعني 10 حمامات. تمام، ادهوت لحبايبنا ومتابعينا غوات الحمام في كل مكان سواء جوه مصر او بره مصر. بنرحب بالناس المحترمه طبعا، الناس اللي بتتابعنا في كل مكان. وحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو دوت برضو بناء على طلب حبايبنا. ودي مجموعه زواجل شبابيات بنكشفهم، وفي نفس الوقت برضه بنعرف الحمام على المعالم والمكان اللي حوالين طبعا العشه بتاعته. اهو ده يا جماعه اهوت المكان اللي احنا بنربي فيه، ودي الكشافه بتاعتنا. طبعا ده الباب بتاعها. تمام، اللي ما شافش الفيديوهات بتاعتنا القديمه طبعا يخش على الفيديوهات. كنا طبعا منزلين مجموعه فيديوهات حلوه، هتلاقيها عندك في قائمه التشغيل تحت الفيديو، قوائم التشغيل في الفيديوهات تحت. دعواتكم لنا طبعا بالبركه والتوفيق. ده حاجه كده بسيطه من حمامنا المتواضع بناء على طلب حبايبنا طبعا اللي في المملكه العربيه السعوديه والامارات والكويت، واخواتنا اللي في العراق والمغرب طبعا، وفي الجزائر وفي مصر الحبيبه. طبعا تحياتنا للجميع. دي حاجه كده بسيطه من حمامنا المتواضع. حابين برضو ان احنا نصور لكم الفيديو من جوه، نكمل لكم الفيديو من جوه برضو، بس هنا طبعا من على السطح طبعا الاضاءه هتبقى احسن. وفي نفس الوقت بناء على طلب حبايبنا حابب ان انا اصور الفيديو يكون واضح اهوت يا جماعه، واضح اهو، اللهم صل على النبي. تمام، اللهم صل على النبي اهوت من كل اتجاه. تمام، عشان برضو تبقى الصوره واضحه. طبعا الحمام الوقت طبعا زي ما انتم شايفين الحمام خايف وعاوز يخش جوه لان مش متعود على كده، فطبعا احنا بنحطه في قلب الكشافه دلوقتي او السلاكه اللي هي الخارجيه ديت. تمام، علشان الحمام يعرف المكان وتعود على المكان، ولما تيجي تفتح الحمام تطيره ما يضيعش منك وترجع تقول الحمام ضاع وتشتكي من الحمام اللي بيضيع والكلام ده كله. فانت تعمل زي ما احنا بنعمل كده، ودي برضه بناء على طلب حبايبنا. والهدف من الفيديو ان احنا بنوصل لك المعلومه صحيحه، وبنقول لك قبل ما تطير الحمام بتاعك دشر الحمام وعود الحمام على المكان. ودايما بنقولها وبنعمل عليها فيديوهات. فسيب الحمام بتاعك يركز في قلب الكشافه بتاعتك لمدة أسبوع 10 أيام 15 يوم، أنت مش خسران حاجة. أحسن ما الحمام بتاعك يضيع وتخسره كله. تمام، بدل ما تخسر الحمام بتاعك كله دشره أسبوع 10 أيام 15 يوم. أنا بعيدها تاني أهوت علشان لو ما سمعتش تسمع تاني. والفيديو ده أنا عامله لحبايبنا طبعا اللي هو المبتدئين اللي بتابعونا سواء في مصر وبره مصر زي ما احنا قلنا بناء على طلبهم. ودي مجموعة زواجل بسم الله ما شاء الله.
مجموعه زواجل ما هماش مدبلين اهمت لحبايبنا وعشاق الحمام وعشاق طبعا الحمام، الاصرار والعزيمه طبعا والقوه والتحدي، مع احلى متابعين في الدنيا. بنوريكم برضو على الطبيعه وفي نفس الوقت بناء على طلب حبايبنا طبعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حمام بصحه قويه وبصحه جيده جدا، وبندشره برضو علشان هننش الحمام دوت وهنطيره باذن الله لما ياخد على المكان. دي تكمله المجموعه اللي احنا كنا نزلناها قبل كده، دي تكمله المجموعه اللي احنا كنا نزلناها قبل كده. فاكرين يا جماعه انا كنت نزلت مجموعه شبابيات قبل كده برضو وعامل عليهم فيديو، ده تكملتهم تمام. هم ما كانوش 5 تجواز يعني 10 حمامات، كانوا تقريبا اقل من كده، واحنا كملناهم وحبيت ان انا برضو اصورهم على الطبيعه برضو بناء على طلب حبايبنا طبعا ومتابعينا. فرد الحمام ده عاوز يقوم اهوت، وطبعا ده لو قام يبقى كده مع السلامه، للي عاوز يمشي يبقى كده هيفلق وهيخلع مننا. فاحنا ايه، نأمن عليهم تأمينه جامده بدل ما يطيروا مننا. والناس اللي بتشتكي دايما يا جماعه من فقد الحمام وضياع الحمام، ما هو ده السبب اللي احنا بنتكلم فيه. بنقول لك دشر وعود الحمام على المكان، وكشف الحمام على المكان وعوده على المكان، ويشوف طبعا ويشوف السطح، بيشوف البيوت اللي حواليه، بيشوف المعالم اللي حواليه، بيشوف الكلام ده كله تمام. ففي الحاله دي انت مش هتفقد الحمام بتاعك، وفي الحاله ديت انت الحمام بتاعك حتى لو قام مش هيروح عنك بعيد، لو قام على سطح تاني او حاجه مش هيروح بعيد. وانت كده لو الفرد الحمام لا قدر الله لطش منك يوم او 2 هيرجع لك تاني، لان انت طبعا مدشره ومكشفه على المكان، وفي نفس الوقت انت حفظته المكان. انما انت لو فتحت عليه مره واحده كده، فرد الحمام هيقوم طبعا هيخاف من اي حاجه، هيلطش، هيقوم ضايع منك، فانت كده هتخسر فرد الحمام وهتفقد الحمام بتاعك. فانت في غنى عن الكلام ده كله. فلو انت عملت زي ما احنا بنعمل كده ان شاء الله مفيش حاجه هتضيع منك، مفيش حاجه طبعا هتفقد منك او هتخسرها باذن الله. وان شاء الله اللي جاي احلى واحسن، وبكم ومعكم نلتقي بفضل الله مع احلى متابعين في الدنيا، وهواة الحمام وعشاق الحمام وعشاق الاصاله طبعا والحمام الزاجل وكل ما يخص تربيه الحمام. وطبعا الهدف من الفيديو توعيه الغاوي واخواتنا وحبايبنا المبتدئين في كل مكان، واخواتنا الكبار طبعا مربيين الحمام، بنقول لهم احلى صباح واحلى مساء على كل الناس اللي بتتابعنا سواء جوه مصر او بره مصر. ده الفرد يا جماعه اللي انا عامل ديله، ان انا ناتش ديله طبعا، ناتف ديله عشان يجدد الريش بتاعه اهوت. الهدف من الفيديو ان احنا بنوصل لك المعلومه صحيحه وببساطه لكل اخواتنا ومتابعينا طبعا في القناه بتاعتنا المتواضعه. وتحياتنا طبعا وبنرحب بالمشتركين الجدد اللي شرفونا طبعا في القناه بتاعتنا المتواضعه، وبنقول لكم احلى مساء واحلى صباح على كل الناس التمام، ناس غواة الحمام اللي بتحبنا طبعا وبتحب الغيه وبتدعم القناه بتاعتنا. ولو انت اول مره تشوفنا دلوقتي طبعا ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لنا اللايك الجميل بتاعك، ولو انت مشترك في القناه ما تبخلش علينا باللايك، وشير لنا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص علشان ما نطولش على حبايبنا ومتابعينا. وكده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.